السلام عليكم خوتي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا فيه على تقدم الاشغال في استاد مولاي عبد الله. كما كتعرفوا استاد كان داخل في واحد الورشه كبيره ديال الاصلاحات والتجهيزات الكبيره باش يكون واجد لاحتضان العديد من التظاهرات بحال كأس افريقيا 2025 كأس العالم ان شاء الله. دابا حسب اخر التطورات الملعب تقريبا وصل واحد 60% حتى 70% من الاشغال، نقدروا نقولوا اكثر. المدرجات الجديده تقريبا سالاو، المدرجات تقريبا تسبوا كاملين، بداو تركيب الكراسي. كاين تجهيزات متطوره دخلات بحال الكاميرات الذكيه، العشب بيان سور مازال ما بداوش في العشب. لانكس او الملعب الاولمبي العشب تقريبا واجد جاهز. غادي ناخذكم في هذه الجوله هذه. كما كتشوفوا بدينا من مدينه تماره. مدينه تماره اللي كتعرف اعمال ديال السوداج وديال تركيب الهيكل ديال الملعب. جميع القطع اللي كتكون من سقف الملعب كيتم التجهيز ديالها والتلحيم ديالها في مدينه تماره. كاين العديد من الاماكن، كاين مسافات كبيره جدا، عمال، كاين العديد من الاوراق في مدينه تماره كيقوموا باعداد جميع الهياكل اللي كتكون واجده، وكيتم التعبئه ديالها بالليل باش تمشي للتيران كومبياس اللي كتكون واجده وكتركب في الواجهه. حنا حاليا كاينين في قرب التيران، طريق شحال هذه عندنا واحد التاريخ كبير. يعني علاش ما نهضروش على الاصل ديالنا اترافير لانترتينمنت اترافير ان سوبر هيرو؟ غادي نوريكم في الصوره يكتشف بان عنده دي سوبر بوفوار ملي غيقلب على اصل ايطاب باغ ايطاب. تري بيان. اي دونك سي سا الملعب كما كتشوفوا شحال هذه كتسمى على باز سميتها سوبر بطل تقريبا جاهز حتى من ناحيه التغليف. انا نخاف قلت له كاين العديد من الاماكن اللي بداو فيهم تغليف الواجهات الجنوبيه. التورناج زاد وقت ياك الفيلم من نهار الفكره حتى لدابا حتى اليوم غيخرج بعد غدا ان شاء الله. بيان سور كاين امبوتياج حدا التيران حيت ما كاينش غير الاشغال ديال الملعب، كاين الاشغال اللي كتهم المحطه الطرقيه الجديده حي الرياض، كاين الباركينغ سوسول اللي تقريبا سالاو فيه الاشغال، كاين اوسي القنطره ديال الراجلين اللي تقريبا الاشغال فيها منتهيه. يعني حاولت لعب شي معايا ضد المركز السينمائي والحمد لله باش يبان واضح. غادي نحاولوا صورنا من جهه السلسلات اللي هي لي فانتاستيك كانوا فيهم لي سيفيس، غادي نحتاجوا جهه الكاميرا وعاود الرجوع باش يكون في المركز السينمائي وعطاوني الدعم باش كما كتشوفوا في اون بارتي ديال العمال في كل مكان. يبان لك داكشي ما ماشي هو هذاك، ولكن الكاليتي راه تكون مزيانه. البيرسوناج اللي هو حنا دابا باش ما نطولوش الفيديو ماشي طويل درنا دويره من جهه الكاميرا ورجعنا. لا كما كتشوفوا من هذه الزاويه المعالم ديالو كتبان من بعيد. على الشمال ديالنا كاين المحطه الجديده الرباط، محطه الحافلات. اللهم بارك الرباط سي بور سا صراحه اشغال كبيره على العديد ديال المستويات، ومازال هناك العديد من حضروا معنا مرحبا الف مرحبا، حضروا معنا اجيو، حضروا معنا هنايا. هنا تقريبا كنمروا من المحاذاة من الملعب. الطريق المؤدية للملعب حتى هي بدورها كتعرف اشغال.
أحمد سلطان السلام عليكم مرحبا خليكم على كاين الإذاعة. ازدحام كبير في هاد الطريق هذه، بس ولكن عادي جدا لأن كاين أشغال كما كتشوفوا العمال في كل مكان. هنا كنمروا بالمحادثة من الملعب. كيف كتشاهدوا العديد من الأماكن في الملعب كتعرف أشغال ديال التغطية. هذه هي القنطرة اللي وصلنا من تحتها، هي القنطرة المخصصة لللاجئين. تبارك الله، اللهم بارك. الأيادي المغربية تبارك الله خدامة. ملعب كبير جدا، غادي يكون معلمة اللي غادي تعطي إضافة كبيرة لمدينة الرباط بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة. الملعب اللي غادي يكون جاهز في هذا الصيف إن شاء الله. احنا الآن غادي نبعدو على الملعب، غادي راجعين باتجاه تما كنمروا بالمحادثة بالملعب الأولمبي اللي حتى هو كيعرف تقريبا الأشغال وصلت تقريبا 90% ولا أكثر. كما كتشوفوا الأعمال فهي أعمال مستمرة ليلا ونهارا. بالليل والنهار كاين مجموعات عمال كتخدم على مدار 24 ساعة. حاولنا نرجعوا باش ناخدو صور واضحة، صور ليلية. اللهم بارك. كاين تقدم كبير في أشغال تسقيف الملعب. هذا ما كان الإخوان. نتمنى أن الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم، الله يعاونكم.